ونحن حين نلتقي في هذه المناسبة لا نقول إننا نذكره لأننا نسيناه، كلا وألف كلا، ما نسيناك يا رسول الله، أنت وحبك في قلوبنا وأعماقنا. ما غاب عني رسول الله لحظة، ولو غاب عني ما عددت نفسي في المسلمين. نذكره في كل وقت وحين وفي كل صلاة ونخاطبه بكاف الخطاب ونقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يا أكرم الخلق جئنا يوم ذكراك، والقلب بالحب والإخلاص ناجاك، نهو مدينتك الزهراء يدفعنا وجد وشوق وتحنان لرؤياك، كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك. كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك، كانت كسائر بلدان الدنا فغدت من بعد هجرتكم تزهى بدنياك، قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من جنان الخلد تهواك، تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا سراها عند مثواك، من أرض طيبة نور عم عالمنا بشراك، يا عالم الإسلام بشراك، فما تجمل رسل الله من خلق ومن فضائله بعض من سجاياك، إنا نحبك عن بعد وعن كثب وما نسيناك يوما أو سلوناك. أرسى الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته ووضع أسس الدولة الإسلامية. الأساس الأول الصلة بالخالق، فبنى المسجد ليكون همزة الصلة بين الخالق والمخلوق. والثاني الترابط بين المسلمين فآخى بين المهاجرين والأنصار. الثالث العلاقات الدولية كما نسميها بلسان العصر في تلك الموادعة والصحيفة بين المسلمين وبين غير المسلمين، شرط لهم وعليهم ليكونوا قوة دافعة عن الوطن الإسلامي. ومن أجل ذلك نراه قبل الهجرة يدعو أصحابه أن يهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، ولم يكن يومئذ مسلما، ولكنها الوحدة الوطنية، ولكنها التسامح الإسلامي الذي يجل عن النظير. أبرم أول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق الإنسان بين المسلمين وغير المسلمين، اتخذ دليلا مشركا ليس على ملة الإسلام، لكنه حين ائتمنه وحين وجد كفاءته وأمانته أصبح في يد المشرك مستقبل الإسلام والأمة، في يد هذا المشرك مستقبل الإسلام ومستقبل الأمة. ومع هذا حين ائتمنه أعطاه الزمام وجعله دليلا في الهجرة. كل ذلك يرسم لنا بما لا يدع مجالا للشك أن حبيبنا وشفيعنا من السماحة في بناء الأمة وفي قيام وحدتها الوطنية التي لا تسمح بإشعال فتنة طائفية بحال من الأحوال، تقيم أمة تدعو إلى الحق وتنتصر به. الحق أبلج كالصباح لناظر، لو أن قوما حكموا الأحلام أعهدتنا والقبط إلا أمة لله واحدة تروب برامة، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. هذه ربوعكم وتلك ربوعنا متقابلين نعالج الأيام
هذه قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جماجما وعظاما، فبحرمة الموتى وواجب حبهم كونوا كما يقضي الجوار كراما. الدين للديان جل جلاله، لو شاء ربك وحد الأقوام. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. جاءت الهجرة تضع الأسس للمستقبل لهذه الأجيال القادمة التي ينتصر بها الحق، ونتعلق فيها بهديك يا حبيبي يا رسول الله، يا أطهر من مشى على الأرض. نرجو شفاعتك، نرجو رحمتك تتنزل على أمتنا في هذه الأعصر التي ضاعت فيها قيم وانداحت فيها مبادئ. لي في شفاعتكم يا سيدي طمع، فاشفع لنا نحن بعض من رعاياك، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من أمهم نال فضلا من عطاياك. إنا نحبهم، إنا نقدرهم في الذكر، وصى بآل البيت مولاك. إن المودة في القربى تجمعنا في جنة الخلد يا طه بأخراك. جئنا نناجيك، جئنا نناجيك، نرجو الله في أمل، فهل يرد فتى بالحب ناجاك. جئنا نناجيك، نرجو الله في أمل، فهل يرد فتى بالحب ناجاك. حاشاك يرجع من ناجاك دون قرى، أو أن يعود حزين القلب. حاشاك إن الخلائق يا طه بعالمنا، لولاك ما رحمت والله لولاك. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، واجعل مصر في أمانك، واجعل مصر في ضمانك، ووفق الراعي والرعية، ووحد بين الأمة الإسلامية بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.